بصوا كده معايا الفيلا دي موجودة في ماونتن فيو 2 في التجمع، موجودة للإيجار أو السكن. الأرض معانا حوالي 710 متر والمباني حوالي 600 متر. بصوا أنا كده كأني داخلة من الباب. فيلا أو السكن يا جماعة ممتازة بصراحة. ده الريسبشن، في على ايدينا الشمال غرفة. بصوا الديكور عجبني قوي الصراحة. الفيديو مقلل كتير قوي من الجمال اللي أنا كنت شايفاه يعني. ده الريسبشن ودي الجاردن. على فكرة أنا هنا على الكلاب هاوس وده هنشوفه طبعا من فوق يعني. أنا رينا من شركة يرهم للخدمات العقارية. طبعا أنا عندي زي الفيلا دي إيجار، دي إيجار، وعندي حاجة تانية إيجار، وعندي أكتر من فيلا للبيع. طبعا الأسعار بتختلف من كل فيلا لفيلا على حسب المساحة، التشطيب، الاستخدام. طيب لو احنا محتاجين نعرف السعر اسكرينا على 0313466237. ده حمام ضيوف. لو اول مره تشوف القناه ما تنسيش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وده المطبخ معانا. البيت عندي كله شاطر على فكره بالمناسبه يعني. طبعا باين جدا ان البيت لم يستخدم، المطبخ لسه بورقه يعني. انا كنت بصور الفيديو بسرعه جدا بصراحه، علشان كده اللي مهتم بالفيلا يعني افضل شيء ان هو يتصل ونحدد ميعاد زياره. ده افضل حاجه. الفيلا معايا بتتأجر بالدولار مش بالمصري. طب هل ممكن ندفع مصري؟ والله ساعتها نكلم المالك نشوف الدنيا فيها ايه. هنا معايا غرفه بحمام. طبعا انا كنت يعني مش مطلعه الشاتر للاخر خالص، علشان انا كنت محتاجه الانوار شويه تبان لان انا بصور بالنهار. غرفه وقدامها غرفه. طب احنا ليه عاملين باب بقى؟ علشان الخصوصيه، لان هي برضو يعني مخرجها على الريسبشن. تمام كويس قوي. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طيب هل احنا ممكن نعمل حمام سباحه في الجاردن؟ ممكن. بياخد قد ايه وقت؟ ممكن شهر ونص، ده لو احنا محتاجين. طب لو احنا مش محتاجين يعني خلاص مش لازم. السعر بيتغير طبعا لان هو الحمام السباحه بيكون تكلفه كبيره على المالك، بس تراخيصه معموله يعني. فاحنا عندنا دي ايجار، وعندنا في نفس الكومباوند للبيع. احنا بنشتغل الحاجتين، احنا بنشتغل اداري تجاري وسكني، ايجار وبيع وشراء، بنعمل التلات حاجات. كويس قوي. ده الترس، في ناس بتحب تقعد القعدات دي يعني، وفي نفس الوقت هو بينور البيت جدا. احنا هنا معانا غرفة كبيرة. بصوا متقسمة ازاي. دي غرفة، وبعدين ده حمام، وبعدين في غرفة تانية. طب احنا ممكن نعمل ايه؟ لا ممكن نعمل حاجات كتير، يا الا يبقى في 2 في نفس المكان ده، يعني اخ واخت مثلا او اختين، او ان غرفة تبقى غرفة نوم والجزء التاني ده يكون دريسنج، على حسب بقى. دايما خلينا نتفق ان الاستخدامات بتفرق من شخص لاخر. يعني انا ممكن يبقى ليا استخدامات ان انا محتاجه انا واختي كل واحد ياخد غرفه، وممكن يبقى عندي استخدام مختلف ان انا محتاجه غرفه دريسنج كبيره. كويس. بس ميزه البيت هنا ان كل غرفتين مقفولين بباب من الخارج. ليه؟ علشان بيكون في خصوصيه طبعا. طيب بعدين نلاقي غرفه معيشه فيها كيتشنات، بحيث كل الناس اللي في الغرف يقدروا يعملوا حاجات بسيطة، كافي، سندوتشات، حاجات ساقعة، الكلام ده. الغرفة دي برضو 2 يعني، دي واحدة ودي التانية، وليها حمام. كويس. وبعدين في باب. انا بشوف ان الغرفة دي بتكون غرفة ماستر او سويت، يعني ممكن برضو جزء يتعمل غرفة معيشة والجزء التاني يبقى غرفة نوم، او غرفة نوم عادي وغرفة ملابس مثلا. طبعا انا مش محتاجه اقول لكم البيت كله معمول رخام زي ما احنا شايفين. الارضيات كلها HDF، يعني التفاصيل بتاعه التشطيب دي هتكون واضحه اكتر في الزياره يعني. كويس قوي. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. طيب هل احنا عندنا ماونتن فيو بس؟ لا احنا عندنا التجمع كله، احنا بنشتغل التجمع كله.
قطامية ديونز، قطامية هايتس، بنشتغل بالمي هيلز، كله مفيش حاجة ما بنشتغلهاش الحمد لله. كويس. انا بحب البيوت المنوره. بصوا هنا كمان دي غرفه، على فكره غرف كتير قوي ما شاء الله، فاحنا بنتكلم مثلا في عدد غرف حوالي 6 بالمناسبه، بس متقسمين 2 يعني تحت كان في 2 بباب واحد، فوق غرفه بباب واحد 2، وبعدين في باب واحد برضو فيها 2. بصوا هنا بقى الفيو صعب جدا ان انت تقول انا ما عنديش خصوصيه في البيت ده، لا هنا الخصوصيه بجد. لاندسكيب، وبعدين بعد اللاندسكيب في الكلاب هاوس كمان. كويس. بحاول انا اجيبه من بعيد شويه، بس طبعا عشان مسافه كبيره قوي يعني الكاميرا ما قدرتش توصل له. كويس قوي. ماونتن فيو جميله صراحه. هنطلع بقى الدور الثالث. في ناس بتقول ان الغرفه اللي فوق دي تنفع نوم، لا انا ما بقولش، لا انا مش مقتنعه بكده. انا مقتنعه الغرفه اللي فوق دي هي غرفه معيشه برضو، مش قادره اقتنع ان هي تبقى غرفه نوم، لان هي يعني موجوده على السلم، فهنعمل ايه يعني؟ اللي داخل الروف هيدخل ازاي؟ ده وجهه نظري انا طبعا المتواضعه. تمام. طيب هو فيها حمام، هل عشان فيها حمام تنفع غرفه نوم؟ انا برضو لسه بقول لا مش هتنفع. في بعض البيوت بيكون الغرفة واخدة جنب شوية، فالروف بعيد عنها، فممكن تبقى غرفة نوم، لكن هنا لا، الروف في نص الغرفة، فأنا شايفة ان هي تكون غرفة معيشة ممتازة. في الحقيقة احنا عملنا هنا اللاندسكيب صناعي، وده طبعا عشان الأتربة والشمس والنظافة. أنا شايفة ان هو كان أشيك كتير مع اللون الأبيض ومريح أكتر للعين، مش معترض عليه خالص. كل الحاجات اللي على السور دي كلها بالورق. بصوا كلاب هاوس هو واضح على اليمين اللي هو فيه حاجه زرقاء ده، دي ملاعب طبعا، الازرق ده ملاعب. كويس. خطيره. بس كده. طيب اللي محتاج يعرف السعر اسكرينا على 031 رينا سليمان، شركة هوم عقارات وبس. اشوفكم قريب. باي باي.